السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كل شيء مع أم شمسو في ركن المطبخ. اليوم راح نحضر معكم كيكة الليمون اللي تجي بنينة وخفيفة ومنعشة، تصلح لمناسباتكم وسهراتكم. تحضروها للعائلات، تفرحوا بها أزواجكم وأطفالكم وضيافكم. تابعوا المقادير والطريقة وجربوها، راح تعجبكم بإذن الله. أولا نبداو بخليط الكيك. بلا ما نطول الفيديو، هنا حطيت 6 بيضات مع رشة ملح وملعقة صغيرة فانيلا وقطرة تاع عطر الليمون لا غوم دو سيترون، مع مبشور حبة ليمون وكاس سكر مش معمر. نخلط المكونات جيدا ونضيف نص كاس زيت ونص كاس حليب دافي ونخلط، ونضيف كاس ونص فرينة مع كيسين من الخميرة الكيميائية ما يعادل 20 غرام، وممكن نحتاج ملعقة فرينة إضافية حسب نوع الفرينة وحجم البيض. أما حجم الكاس اللي كيلت به كل المكونات فسعته 250 مليلتر. ندهن قالب الكيك بالزبدة، المول تاعي 30 على 20 سنتيمتر، ونفرغ خليط الكيك وندخلو يطيب. نطيبوه عادي كما أي كيك، نشعل الفرن من الأسفل ونقعد نراقب فيه. راح يجيكم كيك إسفنجي خفيف بذوق الليمون، يجي رائع. نخليوه يبرد ونروحوا نحضروا الكريمة تاعنا. المرحلة الأولى نحطوا نصف لتر حليب مع نصف ملعقة صغيرة عطر الفانيلا ونصف ملعقة صغيرة عطر الليمون وصفار حبة بيض تقدري تستغني عليها، و2 ملعقتين عصير ليمون. نزيدوا عليهم 3 ملاعق أكل سكر وملعقتين ونصف أكل نشاء يكونوا معمرين. نخلط المكونات بارد في بارد ونحطهم على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تعقد لي الكريمة. بعد ما تعقد نحيوها من النار ونزيدوا لها ملعقة أكل زبدة ونمزجوها، ونروحوا نحطوها تبرد مليح. من الأحسن لو تحطوها في المجمد. المرحلة الثانية بعد ما بردت، رايحة نضيف لها 4 ملاعق أكل مملوءة من بودرة الشانتيي ونخفقوا على أعلى سرعة. نتحصلوا على كريمة خفيفة بذوق الليمون وتجي بنينة، وهذه الكريمة تقدري تستعمليها لحشو مختلف أنواع الحلويات أو تستعمليها كتحلية. شوفوا القوام تاعها. نرجعوا للكيك تاعنا. أنا هنا قسمته على 2 ومش رايحة نشربه بالسيرو ولا بالعصير. شوفوا هنا رايحة نعطيكم سر من أسرار مطبخ أم شمسو. هنا درت كمية تاع معجون المشمش نوع مليح وذوبته في شوية تاع ماء بارد وصفيته وشربت به الكيك. وهنا راني نوزع نصف كمية الكريمة اللي عندي بعد ما خليتها بردت وتماسكت، وكملت حطيت طبقة الكيك الثانية ونفس الشيء شربتها بالمعجون المخفف ونطليها بالكمية المتبقية من الكريمة ونروحوا نخدموا لا جولي. صدقوني لا جولي ولا سوبر كريم اللي رايحه نعطيكم الوصفه تاعها يجي ذوقها تماما مثل ذوق الباتيسري تاع افخم المحلات وممكن احسن، ورايحه تزيد تعطي بنه هايله للكيك وتعطيه لون وذوق ومنظر ولا اروع. هنا راني نزين فيه نطلي الجوانب بلا كريم شانتيي. هذه الطريقه الاولى لتزيين الكيك تاعنا. دوك تشوفوا طريقه واحده اخرى لاني مدايرت لكم هنا طريقتين للتزيين. نرجع معاكم للوصفه تاع لا جولي. نديروا كاس ماء نضيفوا له ملعقتين ونصف مملوءه، ملعقتين أكل ونصف مملوءة فلون تاع لافاني مع ملعقة أكل مملوءة نشاء مع ملعقتين 2 ملعقتين أكل عصير ليمون مع نصف ملعقة صغيرة عطر الليمون اللي في نفس الوقت فيه ملون أصفر.
ونحطوها على نار متوسطة مع التحريك حتى تثقل، ونروحو نصبوها مباشرة على الكيك اللي كنا حطيناه في المجمد. لازم تكون الكريمة الأولى اللي درناها من قبل باردة. الطريقة الأولى اللي زينت بها لا تارت تاعي، درت ورود من لا كريم شانتيي وزينت بالفو بيستاش. شوفوا هنا راني نقسم معاكم، شوفوا كيفاه تبان من الداخل، باينه بلي خفيفه ومشربه. وشوفوا هنا لي طرونش تاعها، وتجي بنينه ومنعشه وتقدم بارده. هنا الطريقه الثانيه اللي راح نزين بها لا تارت، لاني وليت معتمده الوصفه. افراد الاسره الكريمه عجبتهم، وليت مره على مره نديرها خاصه الاطفال. هنا زينتها كذلك بالحبات تاع المندرينه، كنت شحرتهم شويه في خليط المعجون المتبقي وحطيتهم يبردوا. وهنا زينتها في المنتصف بهذه الورده الحمراء. ربي يجعل ايامنا وايامكم كلها ورود ان شاء الله. وهذه الورده هديه مني لكل المتابعات الوفيات. نتمنى تعجبكم طريقتي في اعداد كيكه الليمون، وتجربوها في منازلكم وتتحصلوا على نتيجة مرضية، وتاكلوها بالصحة والهنا إن شاء الله. وما تنساوش الإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا، واللي دخلت للقناة أول مرة وعجبها المحتوى ما تنسيش الاشتراك مع ضغط زر الجرس باه يوصلك كل جديد. شكرا، إلى اللقاء.